قبل ما نبدأ خلينا أفكرك إن إحنا لسه عايشين في عالم مليان قوانين، بس مش أي قوانين. قوانين لو سمعت عنها هتقول ده أكيد خيال. القوانين دي مش بس حقيقية، دي لسه بتطبق لحد النهاردة. بس قبل ما نبدأ هتلاقي على القناة فيديوهات عن أغرب وأخطر الحاجات اللي موجودة في العالم كله، زي أغرب الأكلات وأخطر مخلوقات القاع. وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سعيد ودي قناة صندوق الدنيا. خلينا نبدأ بحاجة قريبة شوية. سنغافورة البلد الجميل، البلد اللي لما تزورها تحس إنك عايش في المستقبل. نظافة، جمال، تحضر. بس تخيل إنك ممنوع هناك تاكل لبان، أو حتى إنك تدخل بيه من بره البلد. ولو اتقفشت وإنت بتاكل لبان ممكن تدفع غرامة بتوصل ل $700، يعني تقريبا 35,000 جنيه مصري علشان لبانة بجنيه. والسؤال هنا، ليه القانون ده اتعمل؟ ببساطة علشان يحافظوا على نظافة البلد، لأن تكلفة تنظيف اللبان من على المباني أو من على الأرض أو من على الكلام دوت بيكلف البلد مبلغ باهظ. فقال لك نقفل بقى الموضوع من باب بقى ونريح نفسنا. ونروح لأمريكا، بس مش أي ولاية في أمريكا، هنروح لولاية إلينوي. في القرن ال19 كان عندهم قانون غريب جدا بيمنع إن أي حد قبيح إنه يظهر في الأماكن العامة. وفعليا القانون ده موجود. ليه؟ ببساطة علشان يحافظ على مشاعر الناس. يعني مثلا واحد لو شكله مش لائق أو مشرد أو فقير، أو حتى لو من ذوي الاحتياجات الخاصة، معلش اقعد في البيت أحسن. ولو خرجت والبوليس شافك فهتدفع غرامة توصل $50 أو ممكن تتحبس. والأغرب إن القانون ده فضل مستمر لمدة 90 سنة، وآخر مدينة منعته كانت مدينة شيكاغو سنة 1974. ودلوقتي نروح لكوريا الشمالية، البلد اللي فيها قوانين لو سمعت عنها ممكن تقول ده أكيد فيلم خيال علمي. أكيد ده مش حقيقي، بس الأغرب إن في هناك قوانين فعلا حقيقية. يعني مثلا لو اتمسكت وانت بتتفرج على فيلم أجنبي عادي جدا، انت مش هتتحبس ولا هتقبض عليك، انت ممكن توحشنا يا غالي. ليه؟ علشان هناك بيقول لك نحافظ على ثقافة البلد. ومش بس كده، ده انت هناك في قوانين لقصات الشعر. يعني انت متحدد ليك 28 قصة شعر بس، اختار ما بينهم، ولو عملت حاجة غيرهم استعد بقى للمشاكل. انت حر. والمفاجأة الكبرى هناك الانتخابات. انت هناك بتروح اللجنة علشان تحط اسمك في اللجنة وبس، مش اكتر من كده. وهي دي الديمقراطية عنده. ودلوقتي يا جماعة نروح لأغرب حاكم الواحد سمع عنه، الحاكم بأمر الله. الحاكم دوت كان بيحط قوانين الواحد أصلا مش عارف هو كان بيفكر فيه وهو بيحط القوانين دي. يعني مثلا منع الملوخية، والمشكلة إن محدش عارف هو ليه منع الملوخية أصلا. يعني مثلا في أول رأي مثلا بيقول علشان هو كان بيحبها، والرأي التاني بيقول إن هو منع الملوخية علشان شايفينها كمنشط جنسي، فخاف لحسن تنتشر الفاحشة في المجتمع. أمال لو شاف الفياجرا كان عمل إيه؟ المهم إن هو صحي في يوم وقال إن الملوخية ممنوعة بعد كده، وإن أي حد هياكل الملوخية هيتعاقب. وكمان منع النبيذ، ودي الحاجة ممكن يكون قرار ديني، تمام مفيش مشكلة. بس الأغرب إن هو يمنع السمك بحجة إن السمك محتاج يرتاح في بعض المواسم. تخيل معايا لو الحاكم بأمر الله كان لسه موجود لحد دلوقتي، تخيل كان اخترع قوانين عاملة إزاي. ونروح دلوقتي لبنجلاديش، البلد الجميلة دي عندها قوانين للطلبة. يعني مثلا لو انت طالب وسنك فوق 15 سنة وقررت تغش، فحقيقي انت في مشكلة كبيرة، لان هناك الحكومة شايفة ان الغش مش بيدمر التعليم بس، ده كمان بيهدد مستقبل البلد كلها. تخيل بقى لو القانون ده موجود عندنا في بلادنا الجميلة، كنت هتلاقي مصححين بدل ما بيصححوا ورق الامتحانات كانوا بيصححوا محاضر الشرطة. بس ده بيورينا قد ايه ان في بلاد بتهتم بالتعليم فعلا وبتهتم بجودته. ودلوقتي يلا نروح للنرويج، وبالتحديد قرية اسمها لونغبرينج. وسامحوني كده لو الاسم غلط، يعني عدي معايا الاسم مش اكتر. عندهم قانون اغرب من الخيال، بيقولك انك ممنوع تموت في البلد دي اصلا. وفعليا القانون كده زي ما انت سمعت. يعني مثلا لو انت كبير في السن معلش، فالحكومة بتقولك شوف مكان تاني لو حاسس انك قربت يعني، انما هنا لا. والسؤال هنا، القانون ده اتحط ليه؟ ببساطة لان هناك التربة متجمدة طول السنة، يعني لو حد توفى واتدفن هناك فهتفضل الجثة لمدة سنين من غير ما تتحلل، وده ممكن ينشر الأمراض. وفي الآخر رغم ان القوانين دي تبان غريبة، من ان انت اول مرة تسمع عنها تحس بغرابة فعلا في المنطق اللي اتعمل بيه القوانين،
بس ده بيوريها الناس زمان كانت بتفكر ازاي، وان انت او انا مهما كنا شايفين القوانين دي سخيفة دلوقتي، فأكيد زمان كانت مفيدة أو بتحقق ليهم غاية معينة ساعتها. ولو حسيت إنك متضايق من القوانين اللي في بلدك، افتكر كويس قوي إنك مش محتاج تسافر بره لو شكلك مش أحسن حاجة يعني، أو إن أنت لو غشيت في الامتحانات ممكن تتحبس. والأهم من كل ده إن أنا وإنت ممكن ناكل الملوخية طول اليوم من غير أي مشكلة. وفي الآخر بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.